أهلا بيكم في أول حلقة من سلسلة رحلة المنح من الصفر. لكل اللي ما يعرفنيش فأنا علياء جابر، حاصلة على منحتين، واحدة في اليابان والتانية في الاتحاد الأوروبي. اتقابلت في 3 برامج إراسموس ممولين بالكامل، وكمان دلوقتي أنا عضو ممثل لمصر في منحة إراسموس. أول حاجة، هو أنا ليه أصلا عملت السلسلة دي؟ والله هو في ناس كتير جدا وانا كنت واحده منهم، كنا محتاجين حد يساعدنا او يكون في جايد نقدر نمشي عليه، يساعدنا ازاي نقدر نقدم على المنح من اول خطوه لحد ما نتقبل في منحه واحده على الاقل. السلسله دي هتغطي كل حاجه ليها علاقه من المنح، من قبل مرحله التقديم وكمان من قبل مرحله حتى تقديم الاوراق، وازاي نختار البرنامج المناسب لينا، وازاي نختار المنحه المناسبه لينا، وايه هي الشروط بتاعتها، وازاي نستوفى الشروط وكل الكلام ده، لحد زي ما قلت ما نوصل ليه ان احنا نقدر ناخد منحة واحدة او ناخد منحتين. دي اول حاجة. تاني حاجة، انا حابة اعرض فيها كل خبراتي وكل الغلطات اللي انا غلطتها على مدار السنين دي كلها وانا بقدم في المنح، واقول لكم ان انتوا ازاي تقدروا تتجنبوها، وكمان ما تعملوش كل الاخطاء دي علشان تزود فرص قبولكم في المنح. كمان ان شاء الله انا حابه في السلسله دي اعمل في نهايه كل فيديو ان انا اقيم على الاقل سي في واحد او خطاب نيه واحد بس للناس اللي حابين يبعتوا لي. هسيب لكم الاكونت بتاع الانستجرام بتاعي موجود هنا وتقدروا تبعتوا لي عليه. كمان ان شاء الله السلسله دي هتنزل على هيئه حلقات، غالبا ممكن هيبقوا 10 حلقات اكتر او اقل، لسه مش عارفه بالظبط. وفي كل حلقه ان شاء الله هيكون في درس واحد بس، وكل حاجة أنا وقعت فيها وإزاي اتخطيتها، واتعلمت الموضوع ده منين، وإزاي اكتسبت الخبرة بتاعتي، وكل حاجة بحيث إن الموضوع يبقى مفصل بشكل أحسن بكتير والناس تستفاد بشكل أحسن. عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا شير لكل شخص مهتم للتقديم على المنح. أول حاجة كده أنا حابة أتكلم فيها، وهي هل أنا لما قدمت قبل كده على منح هل أنا اترفضت؟ أنا اترفضت قبل كده، عادي جدا. انا اول منحه افتكر ان انا قدمت عليها كانت بعد ثانويه عامه. انا كنت بقدم على منحه تركيه، بصراحه انا ما كنتش اعرف اي حاجه عن اي حاجه خالص، وكنت بقدم بشكل عشوائي جدا. اولا انا قدمت بعد الديدلاين، لان انا ما كنتش عارفه هلاقي الديدلاين ده فين او يعني ايه ديدلاين. كنت بدور كتير، كنت ببحث كتير، ما كانتش فيه معلومات كفايه ان هي تساعدني ان انا افهم الموضوع ده ماشي ازاي او المنح دي ماشيه ازاي. انا كل اللي انا اعرفه اللي انا عايزه اخد منحه، واللي انا حابه اسافر واشوف الدنيا وادرس بره، ولكن انا ما كنتش عارفه خالص اي حاجه ليها علاقه بالموضوع ده. فدورت كتير جدا وبحثت كتير، ولكن برضو كان الموضوع صعب عليا ان هو افهم كل حاجه. وهنا تيجي نقطه الدرس الاول اللي انا حابه اتكلم عليه النهارده، وهو ايه الفرق ما بين خطاب النيه والسيره الذاتيه، لان دي اول مشكله واول غلطه انا عملتها وانا بقدم على منح. اول حاجه، انا ما كنتش اعرف يعني ايه الفرق ما بينهم خالص. انا كنت فاكره اللي هو خطاب النيه هو السيره الذاتيه عادي جدا، وانا بس اللي هو بنقل الكلام اللي انا كاتباه في السي في بتاعي وبكتبه تاني في خطاب النيه بتاعي، بس من غير اي حتى توضيح لاي حاجه انا عملتها في حياتي. بلس ان الانجازات اللي انا كنت مثلا عاملاها في حياتي، او الحاجات اللي انا كنت مثلا شاطره فيها او متميزه فيها، انا ما كنتش ذاكراها خالص، عشان انا اصلا ما كنتش عارفه ازاي هعرف اسرد الكلام ده، او هو الكلام ده مهم ليه. بصراحة أنا كنت بدور كتير قوي على النت، كنت بشوف مواقع، وكنت بشوف ناس بيبقوا عارضين الموتيفيشن ليترز بتاعتهم وعارضين السي في بتاعهم، ولكن برضو كان بالنسبة لي الموضوع صعب وما كنتش لاقية حد يساعدني. طيب هل انا بعد كده فقدت ويأست؟ لا بصراحه، لان اصلا بعد التقديم زي ما انا قلت لكم، انا قدمت اصلا بعد الديدلاين بحبه حلوين، يعني اسبوع ولا حاجه. فاللي هو بعد التقديم لقيتهم ان هم بعد كده بعدها فتره اتواصلوا معايا وقالوا لي اللي هو انت مش مؤهله معانا وكده. طبيعي يعني، كان طبيعي جدا اللي هو انا ما اتاهلش اساسا بكل الغلطات اللي انا عاملاها دي. بعد كده بدات ادور على الاخطاء، هو انا فين غلطتي بالظبط. بدأت أول حاجة أشوف السي في بتاعي هو فين المشكلة فيه، لقيت كمية حرفيا مشاكل جامدة جدا موجودة فيه. أنا مش بارزة أي حاجة أنا عملتها في حياتي، زي إن أنا حتى الفورمات بتاعت السي في أصلا ما كانتش كويسة خالص. أنا كل اللي أنا كنت كاتباه حرفيا اللي هو أنا حابة أدرس هناك وحابة أدرس التخصص ده علشان دي هتبقى منحة مميزة بالنسبة لي، وكل الكلام ده حرفيا أنا كنت حاطاه في السي في. يعني يا ريتني مثلا كنت حاطاه في خطاب النية، ده كان هيبقى شكله أحسن بكتير. لا، ده كل ده أنا كنت حاطاه في السي في، وبعد كده اخدت الكلام زي ما هو وكتبته تاني في خطاب النية، فما كانش فيه اي تجديد. ممكن ناس كتير هتقول لي هو اوقات كتير الموتيفيشن ليتر والسي في بتاعنا بيبقوا متشابهين. مفيش مشكله طبعا، عادي لو متشابهين، ولو احنا مثلا في حاجات مكررينها، ولكن ما تبقاش كلها، في حاجات معينه بنقدر نحطها في السي في. خطاب النيه ده
احنا بنحكي فيه انجازاتنا الاكاديميه وانجازاتنا التطوعيه واي حاجه عملناها في حياتنا على شكل قصه، بحيث ان احنا ناخد الشخص اللي بيقرا الموتيفيشن الليتر بتاعتنا دي ونخليه يدخل معانا في قصه حياتنا، واللي هو احنا بدانا منين وبعد كده عملنا ايه في النص وبعد كده وصلنا لايه وبعد كده اخر حاجه عملناها ايه. نختم بيها خالص، وهو احنا ليه اصلا حابين نقدم على المنحه دي وليه شايفينها منحه مناسبه لينا. فدي كانت اول غلطة انا عملتها واتعلمت منها بصراحة، ان هو انا لازم اراجع ورقي بشكل كويس، ان هو لازم اكتب كويس. ومن هنا جت نقطة اللي هو انا لازم اتعلم الكتابة الأكاديمية بشكل أحسن بكتير. أنا الإنجليش بتاعي كويس، ولكن الكتابة الأكاديمية ذات نفسها مش بتعتمد بس على الكلام بتاعك، ولكن هي بتعتمد على طريقة سردك. فدي نقطة برضو كنت أنا حابة إن أنا أشتغل عليها، وبالفعل أنا كنت اشتغلت عليها من بعد ما دخلت الكلية. كنت بتفرج على فيديوز كتير قوي على اليوتيوب، بصراحة اليوتيوب كان مليان حاجات كتير قوي ساعدتني إن أنا أحسن الكتابة الأكاديمية بتاعتي بشكل أحسن بكتير، وإن أنا اتدرب على ان انا اكتب موتيفيشن ليتر بشكل كويس، حتى لو اوقات كتير جدا ما كانش بيبقى موجود ديدلاين لاي منحه. ولكن انا كنت كل مثلا لو في ساعه في اليوم فاضيه او مثلا نص ساعه ولا كده ممكن اقعد واتدرب اللي هو انا ازاي بكتب، واشوف مثلا خطابات جديده الناس كانوا عاملينها. الحاجات دي كلها ساعدتني كتير قوي. يبقى اول حاجه عرفناها وهي الفرق ما بين السي في والفرق ما بين الموتيفيشن ليتر. انا هنا هسيب لكم على الشاشه شكل السي في اللي هو بيكون كويس جدا ومقبول بالذات في الاتحاد الاوروبي، وازاي نقدر نعمل سي في زيه، وبرده هسيب لكم اللينك في الديسكربشن. النصايح اللي انا اقدر اقولها لكم في دقيقه واحده بس. اول حاجه لما تكتبوا خطاب النيه بتاعكم اكتبوه على هيئه قصه، وبينوا لنفسكم فيه ان انتوا ابطال، فبينوا لنفسكم ان انتوا فيه ابطال. الشخص اللي بيراجع الورق بتاعكم بيحب يسمع القصه، بيحب يشوف انت عملت ايه. فمثلا بدل ما اقول ده انا شاطره جدا في مجال دراستي، ده انا اخدت حاجات كتير جدا واخدت جوائز كتير واخدت شهادات كتير، لا انا ممكن اقولها بشكل تاني اللي هو والله انا درست في المجال كذا، او انا اخدت تدريب في المكان كذا واتدربت على الحاجه دي والحاجه دي والحاجه دي، وده اللي خلاني ابقى شخص كويس، وكمان عرفني اكتر على المجال وبقيت متميزه في الحته دي، لدرجه اللي هو بعد كده انا ابتديت اشتغل على بروجكت معين في نفس النقطه فيه نتائج ممتازه جدا، وكمان الكليه مثلا او الناس اللي كانوا شغالين معايا كانوا مبسوطين جدا بكل حاجه انا وصلتها. فزي ما قلت المنحة بتبقى عايزة تسمع قصتك انت، مش عايزة تشوف السيرة الذاتية او السي في بتاعك، لان اوريدي هم لو شافوا السي في بتاعك اصلا فخلاص هم كده كده عارفوا ان الشخص ده بيعمل واحد اتنين تلاتة، ودي حاجة كويسة. طيب بعد كده احنا لازم نشوف بقى خطاب النية هو عمل ايه او وصل ازاي للحاجات اللي هو كاتبها في السي في. فنقطة الاتصال ما بين السي في وما بين خطاب النية، ان في السي في انت بتقول انا عملت واحد اتنين تلاتة اربعة على شكل نقط، ولكن في خطاب النية انت بتقول عملت ده ازاي، وصلت للحاجة اللي انت كاتبها في السي في دي ازاي. اخر حاجة من غير حتى ما اقول، انا اتكلمت فيها كتير جدا ولكن انا هقولها تاني، ان قبل ما نبعت الابليكيشن بتاعنا لازم نتشيك على حاجتين ضروري جدا جدا جدا. اول حاجة خطاب النية زي ما انا قلت، والسي في. طب احنا هنتشيك عليهم ازاي؟ عندكم اول حاجه ان انتم ممكن تشوفوا مثلا دكاتره او مدرسين او ناس كانت واخده قبل كده المنح دي، هم يقدروا يساعدوكم قوي في ان هم يراجعوا الورق بتاعكم. تاني حاجه زي ما قلت قبل كده برضو علماء مصر بيراجعوا الورق بشكل مجاني جدا، بيردوا عليكم على. ودي كده تكون نهايه الحلقه بتاعت النهارده، اتمنى تعجبكم، وان شاء الله الحلقه الجايه هكون بتكلم فيها عن ازاي اقدر اختار البرنامج اللي انا حابب اقدم عليه، وازاي اقدر اقنع اللجنة ان انا فعلا حابب اقدم على البرنامج ده، وكمان ان انا مهيأ ان انا ادرس في البرنامج بتاعهم وان هم يدوني المنحة. فان شاء الله لو عندكم اي اسئله ابعتولي على الانستجرام بتاعي هتلاقوه في الديسكريبشن، وكمان لو عندكم اي اسئله تقدروا تكتبوها في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم. عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب وتبعتوه لكل حد مهتم بالمنح، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي.